تحية جميع الإخوان. موضوعنا اليوم غادي يكون على عقدة المغرب الرابع عالميا. عقدة الفريق اللي التوب متي وصلت للتوب 5 نتاع الترتيب العالمي، رجع للسادس بحكم الماتش نتاع البرازيل، ولكن تا شي حاجة ما محسومة. هذا الفريق هذا اللي تعادل مع البرازيل وغلب اسكتلندا حاليا داير ضجة. قبل ما ندوزو للتفاصيل، المنتخب المصري يفوز على نيوزيلندا، فريق مرتب كدا 80 يمكن شي 84 عالميا، والفرحة وداكشي عند المصريين ماشي مشكل، يفرحوا من حقهم. انا مشكلتي في المغاربه اللي منين فقت الصباح لقيتهم طالعين عندهم كيقولوا مبروك لاخوتنا والف مبروك وحنا العرب واخوتنا وفخر العرب ونتشرف. اخويا راه كاس افريقيا راه ما باقي ما كملش العام، واش انت معانا ولا مع من محسوب؟ كتنساو؟ الا كتنساو علمونا باش ما نبقاوش تهزنا عليكم النفس ونتعاملوا معكم على انكم من كوكب اخر. ماشي غير هادشي، حتى الشاشاير منين نهضروا على الشاشاير الاردن كاين شي واحد يمشي يقول حنا مع خوتنا الشاشاير. كتعيا تشوف وتقول باز. دونك انا بالنسبه لي هاد الناس هادو هما اللي كيتسبوا، ما كنتسبوش حنا النفس كتطلع وتهبط. اللي قلل منا يذهب فلترافق كالسلامه، ما كنحسوا الكابا لحد، ما كان ما عندنا عقدة الأجنبي. دونك أي واحد يمشي شد الشتاء فهو المقصود بداك الشيء، داك الكلام اللي كيتقال ديال مقصودين داك عطيوه البنان وداك الشيء الاخر اللي كيقولوا مقصودين به نتوما اللي كتمشيو لعندهم، ما مقصودينش به حنا. حاجه اخرى، الله يرحم الوالدين منين طلعوا عندهم في اللايفات ديالهم الله يجازيكم بخير، ما تقولوش حنا المغاربه كاملين، قولوا المغاربه كاملين الا نرجس، اولا المغاربه كاملين الا نرجس. وهاد الناس اللي متفقين مع نرجس في التعليق عندهم سميت الا نرجس وفلان وفلانه وفلان وفلان اللي كذا وفلانه اللي كتبع نرجس وولد فلان اللي كيتبع نرجس، هادو عدوهم. اولا هضروا بسمياتكم، ما تجبدوش سميت البلاد، هضروا باللغه العربيه الفصحى. الله يجازيكم بخير. اوكي نبداو دابا الموضوع ديالنا. بزاف ديال الصفحات بزاف ديال الاعلاميين خرجوا كيهضروا على تجنيس المنتخب المغربي. قال لك جميع اللاعبين تاع المنتخب المغربي تزادوا على برا وماشي مغاربه. بلاتي كيفاش تزادوا على برا وماشي مغاربه وتم تجنيسهم؟ انا كنعرف اللعابه ديال المغرب كاملين والديهم مغاربه، يا اما والديهم تزادوا في المغرب يا اما حتى والديهم تزادوا على برا ولا كانوا مغاربه. قلت لا نسمعوا بعدا وغادي نرجعوا نعقبوا على هادشي. نجيو نتكلموا على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كما راكم تشوفوا الجنسيات الثانيه ولا الاولى، باسكو واحد كي يتزاد يكتسب الجنسيه الاولى، من بعد كي يتجنس رياضيا يكتسب الجنسيه الثانيه. اولا جنسيتهم الاولى مغربيه لان الجنسيه المغربيه بالدم وما يحتاجوش يطالبوا بها. فكي كيتزاد المغربي فين ما تزاد في العالم كيتزاد وهو حامل للجنسيه المغربيه، وحتى والديه، وحتى الا بغى يتنازل عليها الجنسيه المغربيه لا تسقط، حيث بالدم وكتعطى للمغاربه بالدم. يعني ماشي جنسيه رياضيه، الجنسيه الرياضيه كتجي من بعد. الجنسيه ديال الانسان عنده باسبورو المغربي وباسبورو نتاع الدوله اللي يتزاد فيها او اللي عاش فيها، ومن بعد كتجي الجنسيه الرياضيه وديك الساعات هو كيختار. دونك هاد الناس هادو اللي عندك هنايا جنسيتهم الرياضيه مغربيه وجنسيتهم الوطنيه مغربيه. اولا اصلهم مغربي حاملين للجنسيه المغربيه حتى قبل ما يتزادوا. كمل. كما راكم تشوفوا بونو زايد في كندا، هو مغربي زايد في كندا، صح، عنده الجنسية الكندية هي رقم واحد، من بعد تجي الجنسية المغربية. الصباري إسباني، عيسى ديوب هذا ماشي كامل مغربي، فرنسي سينيغالي ولا، أما مزراوي هولندي، بوعدي هذا فرنسي. بلاتي المنتخب الجزائري عندكم فخر الدكة
من أم مغربية وأب جزائري مواليد فرنسا. عندكم ولد زيدان لوكا باه أصلا غير حامل للجنسية الرياضية الجزائرية، فرنسي، جنسية رياضية فرنسية، ومع ذلك لعبت المنتخب الجزائري والقائمة طويلة. نكمل. قصة مزدوج الجنسية هي قصة أكيد أنت طبعا بتسمع عنها بقالك كتير وعارف قد إيه مهمة، لكن بتبان قوي قوي أهميتها الحقيقة في النسخة الحالية من كأس العالم. ومنتخب المغرب قد ما هو دايس في الجزئية دي، لا هو دايس أكتر وأكتر وأكتر. يعني في الآخر إحنا ممكن نقول إن نسخة 2022 من المغرب كانت قايمة على أكاديمية محمد، هو فكرة ازدواج الجنسية. دي نقطة مستفيد منها المغرب بشكل مرعب. ففي الآخر إحنا بنتكلم على أيوب بوعادي. وايوب بوعادي اكيد حضرتك سمعت عنه كتير قوي خلال الفتره اللي فاتت او اليومين دول، يعني قد ايه هو لاعب مهم. لكن عايز احكي لك برضو ان ايوب ده مش فكره ان هو راجل لاعب يعني كده اقنعوه ان هو يلعب بالمغرب، لا ايوب بوعادي هو راجل من مواهب منتخبات فرنسا الصاعده بقوه جدا. يعني الراجل ده ما كانش مثلا مش واخدين بالهم منه هناك والمغرب خطف. ولدوا خارج المغرب ومثلوا المغرب في كأس العالم 2026 في ظاهرة جديدة على كأس العالم. لعب 11 لاعبا مغربيا ولدوا جميعا خارج المغرب في لقاء البرازيل يوم الأمس. ياسين بونو مولود في كندا، نصير مزراوي مولود في هولندا، عيسى ديوب مولود في فرنسا، شادي رياض مولود في إسبانيا، أشرف حكيمي مولود في إسبانيا، نيل العناوي مولود في فرنسا، أيوب بوعادي مولود في فرنسا، شمس دين طالبي مولود في بلجيكا، بلال الخنوس مولود في بلجيكا، سمير المرابط مولود في فرنسا، إسماعيل صيباري مولود في إسبانيا. أما أوناحي فيعد اللاعب الوحيد الذي شارك بشكل أساسي وولد في المغرب. واخا وفين عندكم المشكل؟ قال لك لأول مرة في التاريخ فريق من لاعبين ولدوا خارج، ياك مغاربه، ياك والديهم مغاربه، ياك ماشي تسلفناهم من عند لبنان ولا تسلفناهم من عند سوريا او لا تسلفناهم من عند مصر ولا من عند شي دوله، ياك ما كارينهمش من شي دوله، ياك ولادنا ديالنا. ايوا فهمت الصبطه. على اي ما شفتوش ان الغريب هو ان هذا هو المنتخب الفرنسي؟ يعني ناس قررت انها تلعب لبلدها الام، واو ستلعب لبلدها الأم، لقد اختاروا المغرب بدل بلد المنشأ، على عكس أبنائنا الذين يختارون بلد المنشأ على عكس بلدهم الأم. هذا ما عندكمش غريبة أن هذا هو المنتخب الفرنسي واللي مفتوح فيهم أصله اسبانيولي؟ عادي عندكم عادي جدا. وهذوك القور او انتم تنفلفوا مع القور، انتم تقدروا تهضروا على القور، انتم تهضروا غير على المغرب. وهنا كنرجعوا لعقده المغرب، عقده الرابع ديال العالم وعقده المنتخب اللي كينافس الكبار شئتم ام ابيتم. دونك بما ان هذا المنتخب الفرنسي، ما قلتوش علاش كليان مبابي ما لعبش الفريق نتاع بلاد مو او الفريق نتاع بلاد بواه. حاجه اخرى، هاد المغاربه اللي كيلعبوا للمغرب كما قلنا والديهم مغاربه وكيختاروا وكيكون مجهود نتاع جامعتنا الملكيه لكره القدم. فاللي حسد يعاند، حسدتيني حاول دير في حالي، شوف هذوك الولاد ديالكم واش غيقبلوا انهم يلعبوا لكم، لان يعني كلشي على الوالدين، فهمتي؟ كلشي على الوالدين كيفاش كيربيو ولادهم. مثلا نشوفوا لامين يامال انا كنظن كون كانت الام ديالو مغربيه محال يلعب لشي بلاد اخرى، حيت الولد او البنت ديما المهم التربيه الاولى كتكون الام، لا كيكون مشغول بحوايج اخرى. واخا الام واخا كتكون خدامه كتسهر على انها تغرس داكشي ديال بلادها في ولادها. واخا كتلقى الاب من شي بلاد واحده اخرى كتلقى الولاد مرتبطين بالمغرب او بالبلادنا اكثر من بلاد باهم. هذا موضوع اخر غنهضروا عليه، على الاجانب وداكشي الاختلاط، وهذا يفوت غير كاس العالم ونهضروا في هذه المواضيع. دونك غنخليكم مع واحد الكلام قالته واحد الام مغربيه مهم بزاف، تسمعوه. تحيه ليها بنت بلادي، الله يعطيك الصحه. سمعوا. المغاربه اللي عايشين في المغرب ما تجاوبوش على ديك القضيه ديال 11 لاعب، انا اللي غنجاوب عليها. الوليد ديالي عنده 3 سنين، ملي كان عنده عامين دخلته باش يلعب الفوت هنايا في ميريكان. شكون اللي خدم ودمر وخلص عليه عام كامل في احسن نادي في المدينه ديالنا؟ مو المغربيه.
شكون اصلا اللي قلب على نادي تيقبل بالاطفال من لاج ديال عامين باش يبدا بكري؟ مو المغربيه. شكون تيفيق كل صباح وتيوجد ليه فطور متوازن؟ مو المغربيه. شكون تيدير معاه افرميشنز كل نهار في الطوموبيل باش تكبر شخصيته قويه وتيعرف انه خصو يكون فخور بانه مغربي؟ مو المغربيه. ملي تيطيح وتيتقمش في التدريب ديالو فين تيتخبى؟ في حضن مو المغربيه. شكون اللي تيوجد ليه تماما ان هاد الاولاد هادو المغاربه، ابناء المغاربه اللي في اسبانيا ولا هولندا ولا بلجيكا ولا كندا ولا شنو ما كان، والديهم ربوهم مغاربه، والديهم هما اللي كانوا كيخلصوا عليهم في ديك الدول باش يتعلموا الكره، راه ماشي صدقوا عليهم، راه مجهود والديهم، خدمتهم، تمارتهم، تعبهم، سهرهم الليالي على وديت هذوك الاولاد، راه ما كتخلصش عليهم الدوله ديال المنشأ، راه هما هذوك المغاربه اللي كيخلصوا على ولادهم باش كيشوفوهم ناجحين، حيت باغيين ولادهم يشوفوهم ناجحين وكتعطيهم فرصه هما يدخلوهم يتدربوا. علاش ما تسولوش راسكم فين هما ولاد الجاليه ديالكم، جالياتكم اللي كاينين في نسيت، بحال مثلا شي وحدين عندهم كيمشيو حدهم الكويت يخدموا تماك شيافر، ولادهم كيخليوهم تماك في البلاد مع مواتهم، ولا ما زهات معاهم القضيه كيمشيو لليونان، حدهم اليونان صافي. دونك الاخوان الا قدرتوا من ولادكم مهاجرينكم حاولوا تستخدموا حاجه اخرى، كاين منتخبات واحده اخرى من غير المغرب اللي كيجيبوا ولادهم اللي كيلعبوا على برا، ولا لا هذوك المنتخبات ما حدهم بحالهم مساويين معكم في النتائج، مساويين معكم في النيفو، فما كاين مشكل، غير تشوفوهم بداو يطلعوا خصك تهرس، فهمتي، تهرسوا. انا كنقولوا الحمد لله ربي بدا يفرق الريوس، ولاو المغاربه كيوعوا انهم كيف ما قال العروي اننا في جزيره، ونتعامل على اساس اننا سكان جزيره. على الله هذوك اللي كيتشابطوا في اللايفات نتاع الاخرين يقول لهم احنا وبيدي وما بدي وقوي ما كنعرفش نهضر بحال انا هضرتهم ما تسقمش ليا انا فمي، ما فهمتش كيفاش كيديروا يهضروا بحالهم. شو هاد السبع هذا؟ شو هاد السبع اللي ديما مقاتل الحرب، فهمتي الحروبات، عنده جنسيه فرنسيه ولكن ولد من ولد يونس العناوي اللي حنا صغار ونشوفو تباه تاني كيتقاتل في مباريات التنس، وكنعرفوا مباريات التنس يعني جسديا المجهود البدني اللي كيتبذل فيها والمده بعض المرات كتاخذ مده زمنيه طويله، وكنشوفوه كيتقاتل على ودية المغرب. دونك هذا الولد هذا راه كان قبل منه باه يمثلوا المغرب. نعطيو واحد المثال بياسين عياري اللي هو من ام مغربيه واب تونسي، وما داوش ودارت الدوره ولا كيلعب مع السويد وماركا على تونس الهدف الاول والخامس. قالوا لنا هذوك اللي منوضين حيحه، شنو رايكم؟ شنو راسكم بلاصه توانسه انهم كيتسجل عليهم هدف من ولد بلادهم؟ شنو اولا انتم ما تعرفوش هذا الاحساس حيت انتم ما عندكمش ولادكم على برا، قلت لكم اخرتكم كتمشيو الكويت وهذا ولا بواب تخيلها توانساوي بقى فيهم الحال نورمال، لان كان ممكن انهم هما يلعب معاهم في المنتخب ديالهم، وتونس كيجيبوا لاعبين ديالهم توانسه اللي عايشين في اوروبا محترفين، ودي ما فيها حتى شي حاجه ديال اللعيب. دونك حنا نفضلوا هذوك ولاد بلادنا، خيرنا ما يديه غيرنا وما نلقاوش راسنا مواجهين معاهم، حيت نقدروا مثلا دابا حنا نلقاو راسنا مواجهين مع لامين يامال اللي هو باه اللي مغربي، ومع الاسف ما دارش المجهود الكافي، ولكن واخا هكاك حتى هو كيلبس التوني ديال المغرب وكيفنتي كيفتخر بانه مغربي، ولكن راه تجيبها الظروف وغيلعب للمنتخب الاسباني وجاته الفرصه انه غيماركي لان هذه كره وهو يمثل الفريق الاسباني، في هذيك الساعات راه ما الغالب الله واخا جداته غتقلق. موضوع شايفه منتشر بالسوشيال ميديا وبصراحه صار بده توضيح ونقاش عشان الناس تعرف الصح وتعرف الغلط وتبعد عن التعميمات الغلط والتناقضات المش منطقيه. كثير تلقى واحد بيطلع بحط صوره لاعب قطري بيقول ادميلسون هذا اصله برازيلي، طب ما بين له اصله برازيلي، اسمه ادميلسون، شو بده يكون من الدوحه يعني؟ واضح. او بيجي يقول لك امبابي اصله كاميروني بس بشوف يامال اسباني، ليش ما بتعرف؟ وبعدين تلقى ناس الله يرضى عليك، دابا مبابي كاميروني ويامال اسباني، مبابي اللي جنسيته رياضيه فرنسي اللي كيبقى يقول كاميروني ولا كيقول لك موسى شاعريه من لقب، ولكن لامين يامال لا اسباني. المغاربه اللي جنسيتهم رياضيه حتى هي مغربيه، لا هذوك اجانب مجنسين. بتداولوا فكره المنتخب المغربي لعب ب 11 لاعب مش مولودين بالمغرب، شو هذا يا اخي؟
كل هذا الكلام لما تيجي تمسك هذا اللي بيحكي هذا الكلام حتلقاه بمكان ثاني مبسوط انه بلاده استدعت لاعب مش موجود فيها. هو ما عندوش مشكله بالفكره، عنده مشكله عند مين والعدد يعني بصراحه. فهذه مساله واضحه للغايه. يعني هاد الناس كاملين من الاخر مشكلتهم المغرب، هي اللي بديت بها العقده. ما مشكلتهم لا لاعب جاي من برا، لانه هما كيما قال لك راه كيلقاو بلادو نيت فيها لاعب ارجنتيني بريزيليين ماشي غير بريزيلي واحد، كتعطى لهم الجنسيه ديال دوله واحده اخرى. ما تنسوش الاخوان الى عجبتكم الفيديو لايك بارطاج، خليو لنا رايكم في التعاليق لان هادشي كيساعد الفيديو ديالنا باش تنتشر. حاجه اخرى اللي ما دارش متابعه الله يرحم الوالدين دير متابعه، اللي طاح في هذا الفيديو هذا يدير متابعه لان عدد المشاهدات اكثر بزاف من العدد ديال المتابعات، وهادشي كيضر القناه. دونك الله يرحم الوالدين شويه ديال المسانده، لان راه من الجهه الاخرى كاين سينيال.